السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد إن شاء الله. الفيديو النهاردة هيكون في المحل بعد ما ظبطت فيه شوية. هتشوفوا كده، يا رب يعجبكم، وهتشوفوا برضو الأسعار. والأسعار لسه زي ما هي، أنا ما غيرتش أسعار بالأسعار القديمة برضو. وببتدي كده الأول ببوكيه ورد للعروسة أهو. شايفين ايه رأيكم في الجمال ده بقى؟ انا بعمل هنا بوكيه العروسه، يعني اللي العروسه تختاره. او ده شكل، ده حاجه تانية، ده اللي هو في ورق ده. في حاجات تانية برضه، حاجه زي كده اهو. ده في تل اهو. في عندي حاجات تانية على فكره اهي. ده في ورق برضه اهو. هو ده عرف فوق. مم. اللي انتوا عايزينه هنا هتلاقوه ان شاء الله. هبتدي هنا بالبرفانات والمزيلات والمخمريات اهي. يعني مثلا الحاجات دي الرجالة اهي. الازاز عامل ضي اهو. في هنا الحريمي اهي، انواع برضه حريمي. والاسعار والحاجات دي، انا ما عنديش حاجة اسمها تقليد او مضروب. انا عندي الاصل اصلي والتقليد تقليد، واللي عارفني عارف انا بشتغل ازاي. ما عنديش حاجة مضروبة، ما فيش حد يقول لي ده في اسعار اقل من كده. نفس الحاجة. انا عندي اللي تشيلز ده، في منه الفرنسي وفي منه التركي. في منه حاجات كتير، وفي حاجات بتبقى صيني موجودة، بتبقى نفس الشكل. يعني لو جينا نبص هنلاقي نفس الشكل. بس ده نوع وده نوع. في هنا برضو الزيوت اهي، والكريمات التفتيح وكريمات الترطيب. مية الورد، ماسك، الماسكات اهي، والماسك العروسة ده مجموعة كده مع بعض. ماسك العروسة، وعندنا الملح اللي هو الملح الباديكير، اللي هو الملح للرجلين، اللي بتحط في مية وتحط في الرجلين اهو. في منه ده، وفي منه برطمانات ورق اهي. وفي منه الصابونة الفوارة دي برضو اللي بتتحط في البانيو. جميلة برضو. الحاجات دي كلها بتعمل مساج للجسم. وفي عندي هنا ال- الحنة. عندي أنواع من الحنة كتير. في عندي حنة التاتو، وحنة الأنابيب، وحنة الأكياس. وفي عندي حمام الكريمة هون برضو، نوعين، الدي في والنوع الفاتيكا. وفي عندي الكريمات، كريمات الشعر والفازلين وعندي الكولاجين ده. وعندي كريمات اهي. وعندي دي بودرة برضو اللي هي اسمها شابة. دي شابة معطرة للجسم برضو. دي للأماكن الحساسة وللجسم، بتعطر، ما بتخليش في روايح كريهة للجسم. في هنا طبعا أنواع، كل دي أنواع مزيل شعر، اللي هي مثلا سويت أو شمع. وهنا الواكس، اللي هو ده بيبقى في طبق كده بيتسيح. وفي الكريمات، وفي علب المكياج. وفي هنا الحزم التخسيس. في هنا بتاع دي مقص الفتلة للوش، ده اليدوي. وفي عندي جهاز الشمع، في منه أنواع. في منه بالقطعة، في مثلا بتلاقي قطعتين، في 3، في كذا أكتر يعني. كل سعر على حسب القطعة اللي معاه. في هنا دي فرش الشعر، اللي هي المكوى والفرشة وفي الاستشوار. الحاجات دي موجودة هنا اهي. وفي بتاعة الأطفال برضو اللي هنا على الرف دي. وهنا دي برضو مكنة الفتلة بالكهرباء، والبراون اللي هي إزالة الشعر برضو بالكهرباء، دي ودي. في هنا بتاع الرجلين ده الصنفرة. في ايه تاني؟ في كل حاجة عندنا.
في مثلا هنا لعب اطفال، حاجات زي دي. في هنا الحاجات اللي زي دي بقى، دي مصاحف، دي علب جواها مصاحف، في منها كبير وصغير، في مقاسات، في اشكال الوان كده يعني. في هنا نفتح الازاز ده، مشكلة بيعاكس. في هنا الرشاط، رش ثابت. وفي هنا اي شادو. في هنا بودرة مائية تقليد، لان الاصلية مش موجودة بقالها فترة. وفي هنا دي بودرة نظيفة برضو، بودرة مضغوطة نظيفة. في هنا الكريمات الاساس. في انواع حلوة برضو، البيبي والبريتي وومن، وفي انواع كتير. وفي الانواع دي برضو انواع رخيصة لو حد عايز حاجات هادية شوية في السعر. وفي هنا الحاجات دي بقى مسكرة، اللي هي اللي بتلمع دي مسكرة. وفي هنا ايلاينر. وايه، في قلم الكحل طبعا اصله تقليد. عندي برضو قلم الكحل، عندي حاجات ثابتة، في حاجات طبي، في حاجات نظيفة. في قلم كحل من 10 جنيه لغاية 70 جنيه. في عندي هنا الساعات، في الساعات الرجالي والحريمي. وفي عندي طقم الساعات اللي ورا ده، ساعة ومعاها 2 أستاك. وفي هنا الساعات اهي، والساعات الحريمي بالأنسيال، وتقوم بتيجي كده. والخاتم ده ساعة برضو. وهنا المحافظ الرجالي اهي، في دي وفي دي. وفي عندي هنا الصيني برضو، عندي الدبل الصيني، عندي دبل خواتم. لا دي عادية. في عندي بقى الحلقان الصيني، الله عليها بقى، جميلة. يعني شايفين الحلقان الصيني، الحلقان الصيني. في هنا لسه يعني ده متاخد. في هنا لسه دي العادية اللي خلص بقى. هنا بقى في الملقطة اهو، في الألماني وفي العادي. وفي هنا طقم الفرش التوزيع ده، طقم المكياج. وفي الشفرة الحريمي دي، في الفرش دي فرداني. في هنا الرموش واللزق بتاعها. في هنا ده الماسك اللي بيتحط في مية وردة أو في مية بيتفتح. وفي اللي ورا دي اللي هي السيليكون اللي بتصنفر، سيليكون الصنفرة اللي بتصنفر بيه، اللي بتشيلي بيه الماسك. وفي ده البونيه بتاع الشعر لو مش عايزة تبلي شعرك. وفي هنا ده الفيتامينات للبشرة، جميلة جدا لتفتيح البشرة. بتتحط على البشرة مش بتتبلع، بتتحط عليها. وفي هنا الحرير الأصلي. وفي هنا دي براية القلم الكحل التخين والرفيع، فيها 2. وهنا المعجون والفرش والزبدة. وفي هنا طبعا لعب الأطفال، في هنا لعب أطفال اهي برضو. وفي هنا لعب تانية، دي اللعب اللي هي العادية. في هنا لعب حلوة. في لعب تانية اهي، في دي بتطلع صابون لوحدها كده بالحجارة، بتتهز كده وتطلع صابون. اهي بتحط في الطبق اللي قدام ده، الطبق ده بتحط فيه الصابون وهي بتطلع. وفي ده بيمشي وبيغني الحاجات دي. وفي الطيارة دي بتطير. وفي العربيات دي الحاجات دي بالريموت باللاسلكي. وفي طيارة باللاسلكي برضو بتطير. وفي ده مسدس صابون بيطلع صابون كتير خالص، بالحجارة برضو. وفي هنا البيانو والأورج والحاجات دي. وهنا الموتوسيكل ده برضو بالريموت. في هنا قطر، الحاجات دي يعني ايه، كلها بالحجارة. في هنا الشنط، طبعا الشنط اهي. الشنط بالأسعار القديمة، وكل حاجتي بالأسعار القديمة، أنا لسه ما غيرتش حاجة.
يعني الشنط دي هتلاقيها بالاسعار قديمة. طبعا لسه ما ظبطتش الشنط حلو، كنت عايزه اظبطها احلى من كده، بس يلا بقى معلش. انا حبيت بس اصور لكم وافكركم ان انا نقلت في البيت، علشان محدش يفكر ان انا قفلت المحل. المحل اللي فتح فيه ابني انا نقلت انا في البيت، يعني المحل برضو تبعنا اللي فيه ابني. هنا اهو الحجارة، هنا البخور. على فكرة البخور ده جديد، البخور ده اللي هو العود التخين، اوريهولكوا اهو. ده اللي هو العود، شايفين العود تخين ازاي؟ ده البخور اللي بيقعد 5 ساعات، العود ده بيقعد 5 ساعات، وفي هنا العود ده بيقعد 3 ساعات، يعني في 5 ساعات وفي 3 ساعات. ريحته جميلة جدا، يعني ممكن تولعيه تبخري المكان، وما تزهقي تطفيه، وبيسيب المكان ريحته جميلة جدا، وتطفيه وتولعيه تاني يوم، وكل يوم تولعيه، يعني لو عايزة تولعيه كل يوم ساعة تولعيه لمدة 5 أيام عادي. وفي هنا البخور ده برضو ده للفواحة أو للمبخرة. في هنا حاجات اللي هي الزينة بتاعت رمضان اهي، الأحبال النور. في هنا الفرش دي بتاعت الأطفال، والعلبة دي بتحط فيها توك. وفي هنا الإبر بتاع الخياطة على فكرة، وفي هنا الإبر دي اهي. في هنا الفرش بتاع الاستشوار وطقم المشاط، حاجات نظيفة كويسة. وهنا برضو طقم فرش اهي للعرايس. وهنا الحاجات دي، وهنا بخور برضو للناموس والدبان اهو. وهنا دي ألبومات صور، الحاجات دي. في هنا المناديل اهي طبعا، في منها تقيل خفيف ناعم خشن، في كل حاجة. في الوردة دي، الوردة دي بتتحط، دي ممكن تتحط على ركنة، دي بدل الدباديب، تحفة. في الطقم ده. في هنا بقى الحاجات دي، في هنا ساعات حائط اهي، في البراويز. وبالمرة كده وانا بصور بقول لحبايبي اللي ما اشتركوش في القناة بتاعتي على اليوتيوب، ادخلوا على اليوتيوب اعملوا بحث واكتبوا سناء السويدي، هيتظهر لكم القناة بتاعتي، فيها طقم انتيكات نبيتي كده الصورة بتاعته. اشتركوا وفعلوا الجرس، وهتشوفوا في القناة حاجات جميلة تعليمية. يعني كل القناة بتاعتي اصلا اسمها مشروع من بيتي سناء السويدي، على اساس ان كل الحاجات اللي فيها اي حاجة حتى لو فيها اكل، الحاجات دي كلها ينفع اي حد يعملها، مشروع من قلب البيت. وانت قاعدة في قلب البيت ممكن تعملي اي حاجة من اللي انا بعملها. بعمل حظاظات، بعمل توك، بعمل انتيكات، بشتغل في الانتيكات. احنا شغلنا اصلا اساسي دلوقتي بنصنع انتيكات، وهوريكم الانتيكات دلوقتي. اللي اشتركوا في قناتي ومش هتخسروا حاجة، يعني هتشجعوني وتدعموني وتفعلوا القناة ليا، ويبقى شكرا لكم جدا اللي هيشتركوا معايا في القناة واللي مشتركين معايا في القناة. حبايبي ربنا يخليكم ليا. وشغل الحاجات بتاعت النيش هنا اهي، الشعر والستان للعرايس، للترتيب الدواليب والمطابخ والحاجات دي. وهنا شرابات برضه اهي. وفي هنا كسوة غسالات وكسوة المروحة. في بندانات بقى، وفي البندانات وفي الخمار، في الحاجات دي، في مسدسات الشمع، في دي سلة بالمناديل. في هنا كسوة غسالة، دي ستان على شيفون. في هنا دي مفارش، طبعا في مفارش ورا بعض كتير، مستطيل مربع 3 قطع تسريحهم كومودينو. وفي هنا للنيش برضو حاجات للنيش. وفي هنا طرح اهي. وهنا دبابيس وتوك. يعني ايه، انا زي ما قلت لكم ما كملتش تظبيط، يعني الحاجات دي لسه هنا اهي، التوك اهي، والحاجه هنا اهي لسه انا مش عارفه، يعني لسه ما خلصتهاش. وهنا الحاجه بتاع عيد الميلاد اللي هي الشمع الارقام. وهنا عندي اللي هي بتتنفخ، اللي هي الارقام والحروف. وفي عندي ايه، في عندي البلالين، وفي عندي شمع الشرار، واللزق الدبل فيس بتاعها، والبلالين اللي هي الترتر اللي فيها ترتر. عندي الاكسسوارات هنا اهي برضو، في الاكسسوارات كتير.
بس ايه، برضو لسه الاكسسوارات لسه هكملها تظبيط وهصورها لكم لوحدها. في هنا الاستيكرات دي بتتعلق، بتتلزق على الحيطة او على الدواليب او على اي حاجة. هنا الطرح اهي، مش عارفة مين اللي قلبها. الطرح اهي، في طرح يعني، بص في كتير، في كتان، في اشكال والوان هنا اهي. في هنا بقى ايه الشامبوهات. الحاجة والله يا جماعة انا قافلة بقالي شوية، عشان يعني انا ما بفتحش قوي، علشان ملبوخة في الانتيكات جدا، والاسعار عندي اسعار يعني انا ما اعرفش الاسعار دلوقتي عاملة ايه. يعني انا شغلي لو دخلت اصلا على القناة بتاعتي ودخلت وشفت قدام منظفات اهي، قدام معطرات جو. دلوقتي عدينا على الانتيكات اهي، دي الانتيكات من تصنيعنا، احنا اللي بنصنع الشغل ده كله. آه الحاجات دي احنا اللي بنصنعها، واللي عايز يعرف بنصنع ازاي او بنشطب ازاي، يدخل على القناة بتاعتنا على اليوتيوب، سناء السويدي، وهيشوف. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو بتاعي دلوقتي يشترك معايا في القناة،